في ملف موسم حج 2015. وبعد رواج عدد من الصفحات على موقع الفيسبوك التي تهدف لمساعدة أهالي الحجاج المفقودين، غير أن مجموعة من الذين لا يخافون الله استغلوا المعلومات المنشورة لمساومتهم بطلب مبالغ مالية مقابل معلومات أكثر يزعمون أنهم يملكونها. التفاصيل في سياق تقرير أحمد محمودي. سلمي على ماليك قولوا ماني لاباس باش ما يتقلقوش بعد أن تحولت مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك هذه الأيام إلى مساحة يتنافس فيها متطوعون من جنسيات مختلفة بنشر صور ومعلومات عن الحجاج المتواجدين داخل المستشفيات، آملين أن تقع تحت أعين أهاليهم، وبعد أن لاقت هذه الطريقة رواجا واسعا واستجابة كبيرة من طرف رواد الموقع الأزرق، يبدو أن هناك من يريد الاصطياد في مآسي الآخرين. كانت واحدة من الأهالي تاع الحجاج اللي يدوروا كانت تدور على الوالد تاعها، يعني اتصلت بيا وحكت لي، قالت لي إنه في الأول كان في واحد يعني اتصل بهم، هي كانت حطت إعلان وحطت رقمها وقالها أنا لقيت الوالد تاعك، ولكن كاين مشكلة إنه الوالد تاعك راهو ضيع فلوسه وما عندوش فلوس ومحتاج الفلوس. ف يعني وعطانها رقم حساب بنكي وعطانها رقم تليفونه وقالها بعثي لي يعني مبلغ مالي. فالعجيب في الأمر أن هناك من سولت لهم أنفسهم استغلال آلام عائلات المفقودين الذين حرقت قلوبهم من غياب أي خبر عن ذويهم، ليجعل من ضعف نفسيتهم ومشاعرهم المجروحة مطية لكسب الأموال عبر مطالبتهم بمبالغ مالية مقابل معلومات عن أهاليهم يدعون امتلاكها. أنا نقول لهم يعني أي واحد يوهمهم أنه لقى الأهل تاعهم، أي واحد يطلب مبلغ من المال، هذا يعني محتال، لأنه المتطوعين ما يطلبوش مبالغ مالية، بالعكس يعني هما اللي يساعدوه، هما اللي يخرجوا، هما اللي يشوفوا متطلبات الحجاج. استغلال الحالة النفسية لعائلات المفقودين تظهر أن هناك من يفتقدون لأدنى صفات البشر، شعارهم الحياة مادة، لكن يقابلهم كثيرون ممن رفعوا شعار الدل على الخير كفاعله، وأن الله لا يضيع أجر المحسنين.